هنحكي ستوري بسيطة جدا هتعرفنا على الفاول ليتر. احنا عندنا 26 حرف في الانجليش متحركين وساكنين. ال26 حرف كلهم صحاب. في يوم كان عندهم عيد ميلاد، راحوا كلهم العيد ميلاد، كانوا كلهم قاعدين هاديين وساكنين ما عدا 5 حروف. فضلوا يتحركوا ومسكوا الشمعة وقعدوا يقولوا A E I O U Happy birthday to you. قعدوا يقولوا ايه؟ A E I O U Happy birthday to you. يبقى احنا كده عرفنا ان احنا عندنا 5 حروف متحركين. اوكي، بيتقسموا بقى لحاجتين، كل حرف فيهم ليه شورت باول واللونج باول. ناخد مثلا مثال حرف ال A، اللونج باول A. اللونج باول A ده يعني بننطق باسمه، ليه 3 اشكال، ليه 3 حالات. اللونج باول A، لونج باول A يعني ال A بيتنطق باسمه، ليها 3 اشكال و3 حالات. اول حاجة ال A في نص الكلمة وال E في الاخر، فبننطق ال A باسمه وال A بيكون silent. زي مثلا A make A make A take. احنا عندنا هو عرفنا ان احنا هنا ايه، اخدنا ال A مع ال E، ال E silent ونطقنا ال A باسمه، فبقى take make a sail. معانا هنا تاني حالة وتاني شكل لللونج باول A والI. بننطق ال A باسمه وما بننطقش ال I. زي مثلا rain rain main pain. ده تاني شكل من الاشكال. نشوف تالت شكل اللي هو ال A وال Y، وده دايما بيجوا في اخر الكلمة، وبيتنطقوا برضو اللونج باول A بيتنطق بايه A. زي say A say A hey A bay. احنا كده عندنا كام حالة وكام شكل اللونج باول A؟ 3. ال A وال E، لما ال A بيجي في نص الكلمة وال A في الآخر، ال A بيتنطق باسمه وال E ما بيتنطقش. تاني حالة ال A وال I ورا بعض، بننطق ال A باسمه ما بننطقش ال I. تاني شكل ال A وال Y في آخر، دايما في آخر الكلمة بننطقهم A. بعد كده عندي الشورت باول وده ليه شكل واحد بس وهو زي ك cat cat بيتنطق لكن اللونج باول A بيتنطق A، لكن الشورت باول بيتنطق cat cat. يلا بقى نقارن بين الاتنين، اللونج باول A والشورت باول hat hate man main can cane. يبقى احنا كده عرفنا الفرق بين اللونج باول A والشورت باول